عقد يوم أمس اجتماع جماهيري في مدينة الحسكة بحضور الشيخ مرشد الخزنوي حول التطورات الأخيرة في سوريا والأهمية الكبرى في وحدة الأحزاب السياسية والكردية. وحضر الاجتماع المئات من أهالي مدينة الحسكة إضافة إلى أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية. وبدأ بكلمة ألقاها الشيخ مرشد الخزنوي قال فيها أن الطرق مفتوحا أمام جميع الأطراف الذين يطالبون بوحدة الصف الكردي، وشدد على ضرورة جلوس الأحزاب الكردية على طاولة حوار واحدة حتى الانتهاء من هذه المرحلة الحساسة والمصيرية للكرد. وفي هذا السياق وجه الأهالي رسالة للشعب الكردي كافة إلى التكاتف والتعاضد، وأكدوا على دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية. الشعب الكردي اليوم بحاجة إلى التكاتف في هذه المرحلة الحساسة التي نمر بها، إذ لم نكن من اليوم صفا واحدا سيكون مصيرنا في خطر. لذلك نريد من جميع القوى السياسية والعسكرية والشعب أجمع التكاتف صفا واحدا. حضرنا اليوم اجتماع الشيخ مرشد معشوق الخزنوي، حقيقة أعطانا دافعا وأملا قويا ضمن الاجتماع، كما بين الحقائق الإسلامية وماهيتها والتعريف عنها بشكل واضح. اجتماع اليوم كان اجتماعا للمكون الكردي، ويوم الأحد سيكون الاجتماع للمكون العربي لوجود المكونين في الحسكة، العربي والكردي. هم كردي هم عربي.